حزنا ندل دقيري نسعري حالنتنا يحيي سندنا يسمكري خبري بابا يا كبر مسحللي تراينا ناخد ميدا لطوس نخلي نتسحري سلفنا ينزلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل ما ابدا يعني ما بعرف اتكلم عربي ولا اتكلم انجليزي يعني بالنسبه لي المساله اللي الاداره هي اللي تحدد يعني تمارس كيف؟ طيب شكرا لك. الحقيقه انا يشرفني ان اكون حاضر في مناسبه كبيرة ومناسبة وطنية في هذا المستوى، ودي مش أول مرة. كنت حضرت مع الأخوة والأبناء في الرياض قبل 3 سنوات أو سنتين. الزمن ما قاعد أعد لأنه خلاص يعني العجائز زينا ما يعرفوا الزمن ده قاعد يمشي ولا ثابت. هو بالنسبة لنا يعني عشان كده هو مرات 2 سنين مرات 3 سنوات. لذلك أنا بالنسبة لي شرف كبير أنه أكون أو أشارك معكم مع أبنائي وأخواني وأخواتي، لأنه ما في واحد إلا حقدر أقول له آبائي وأمهاتي يعني. حضور احتفال بهذا الشكل لرمز وطني وأبو الشهداء الإريتريين وأبو المشروع الوطني الإريتري يعني. هذا المشروع الوطني الإريتري اللي اليوم بعد 50 سنة زي ما كانوا الأخوة ناصر وأحمد بيتكلموا أنه هو دلوقتي في مهب الريح يعني. لكن الشهيد عبد القادر كبيرة لما كان في عمر 40 سنة أو يمكن أقل هو بدأ في هذا النداء يعني. لكن للأسف اليوم أبناء 40 وأبناء 50 وأبناء 30 أولا قاعدين يطردوا من بلدهم، وثانيا تفكيرهم يمكن مش هذا التفكير الوطني اللي عنده نظرة بعيدة لمستقبل إريتريا أو لحياة الشعب الإريتري يعني. كل واحد مننا اليوم قاعد يفكر بنفسه يعني. زي ما يقولوا تقولين يا الحريص سعريك والله يعني أنا وبعد الطوفان يعني. لكن الشهيد عبد القادر كبيرة وكل الشهداء اللي كانوا معاه، إبراهيم سلطان والإمام موسى ودبجات حسن والقائد علي وناصر بيه وغادي موسى عمران، كل هذه القيادات التاريخية للعمل الوطني الإريتري لعبت دورها من أجل أن إريتريا توجد من عدم، لأنه هم اللي مهدوا لهذا المشروع الوطني اللي اسمه دلوقتي إريتريا يعني. وده يوري مدى رؤاهم البعيدة يعني. وفي مقدمتهم الشهيد عبد القادر كبيرة كان يمتلك الوعي والفهم والعلم، ولذلك الإثيوبيين والإنجليز وكل المتآمرين على القضية الإريترية اقتالوه يعني. اقتالوه لأنه هم كانوا يخافوا أن هذا الإنسان لو مشى أمريكا ما حيكون النتائج اللي هم عاوزينها يعني، أو للأمم المتحدة بالأحرى يعني. لذلك إزاحتهم من الطريق كان الشيء اللي هم خططوا له. صحيح نجحوا في اغتيال الشهيد، لكن ما قدروا يغتالوا الفكرة بتاعته. الفكر اللي هو كان حامله هو إريتريا، أو زي ما كان يقول الأخ ناصر هؤلاء العظماء ما كان تفكيرهم
مجموعة معينة من إريتريا يعني. كان تفكيرهم أوسع من كده، كان لوطن اسمه إريتريا ومهدوا لهذا الاسم ونجحوا يعني، لأن اللي جاء بعدهم واللي بدوا حركة تحرير إريتريا واللي بدوا جبهة التحرير الإريترية وبعد كده استمرت لقوات التحرير الشعبية ووصلت للجبهة الشعبية، كل لولا النضال الوطني والتاريخي لشير عبد القادر الكبيري والرواد الأوائل اللي كانوا معاه ما كان حيمس. هم اللي زرعوا هذه النبتة وهذه الشتلة وبدأت ووصلت إلى استقلال إريتريا، لكن للأسف هذا الاستقلال انتهى قبل أن يولد. يعني الشعب الإريتري الفرحة بتاعته ماتت في أفواههم، لأنه النظام اللي جاء ما كان نظام مخلص للشعب الإريتري أو مخلص للفكر اللي كان يجوه هؤلاء الرجال. لذلك المؤامرة كانت في اغتيال الشهيد عبد القادر الكبيري عشان يسكت الشعب الإريتري يعني، لكن هيهات يعني الشعب الإريتري رفض أن يسكت، رفض أن يركع، ولذلك الوطن ده ولد. وزي ما يقول دلوقتي يعني بقت إريتريا دولة ذات سيادة يعني. فلو بدأنا باسم الرابطة الإسلامية يعني، الاسم ممكن الناس تقدر تقول الرابطة الإسلامية هو يعني عمل إسلامي وبس. لا، الرابطة الإسلامية كانت فكرة لكل الشعب الإريتري، ولذلك أول ما عملوه أن هم يلتقوا مع كل اللي يطالب باستقلال إريتريا يعني. ووصلوا لاتفاق، مش زي أيامنا هذه اللي ما قادرين نتفق على حاجة، اتفقوا على أن يكونوا الكتلة الاستقلالية يعني. الرأس تسمى ولد ولد نماريا وكل اللي كانوا في خارج الرابطة الإسلامية. وهنا يوريك يعني لا ما ممكن نتهم الرأس تسمى أنه هو باع الفكرة بتاعته والتقى بالمسلمين، لكن التقى معهم لأن عارف الفكرة بتاعتهم هذه فكرة وطنية وهي من أجل هذا الوطن كله. لذلك الرابطة الإسلامية مهدت هذا الوطن اليوم نحن من بعيد قاعدين نشوفه. وبعد كده إثيوبيا طبعا كان عندها أطماعها وكان عندها أهدافها وكانت تعمل من أجل إلحاق إريتريا أو دم إريتريا بإثيوبيا يعني. وفي ده طبعا عندها مساعدة الإنجليز ومساعدة الأمريكان في أن إثيوبيا لا يمكن أن تكون دولة ما عندها منفذ للبحر، ولذلك لا بد من إلحاق إريتريا بها يعني، مش حبا في الشعب الإريتري لكن حبا في أن يكون عندها موانئ في البحر الأحمر. وفي ده طبعا لقت المساعدة من الأمريكان، الأمريكان كمان نفسهم كان عندهم الهم في أنهم يكون عندهم في إريتريا هذه وفي المنطقة اللي ممكن منها يتحكموا في كل الاتصالات أو الكوميونيكيشنز في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط يعني. وهذا كان يوميشن يعني، منه ممكن يعرفوا إيش اللي قاعد يحصل في أي مكان ويرسلوه للبنتاغون يعني. والإنجليز طبعا عندهم أهدافهم كمان، والهدف بتاعتهم المخفي كان هذا تقسيم إريتريا يعني بين السودان وإثيوبيا.
وتحت مبرر أن إريتريا ما تقدر يعني تكون دولة لأنه ما عندها الإمكانيات يعني. وده طبعا ما سبب. أولا إريتريا ربنا حباها بأنه عندها شعب شقيل، شعب يتعلم بسرعة، شعب كادر يعني، وفي نفس الوقت عندها الإمكانيات اللي ممكن الشعب الإريتري يعيش بها يعني. والفكرة كانت أنه لو تم التقسيم جزء من إريتريا واللي هو من إلى بلد والساحل وبركة والقاش يمشي للسودان، وبعد كده الباقي كله يمشي لإثيوبيا لأنه فيه الموانئ البحرية يعني. لأن الهدف كان البحر يعني ما كان حاجة ثانية. لكن هذه بالنظرة الوطنية والفهم الوطني فشلت، لأن الرابطة الإسلامية والكتلة الاستقلالية رفضت هذا الصحيح يعني، أن يتقسم بين الناس. لكن للأسف اليوم بعد 70 سنة ممكن نرى أن هذه الفكرة ما زالت زي ما كانوا الأخوة اللي قدموا يقولوا، وتحت أنظارهم وهم شايفين من اليوم الأول بعد يمكن سنوات مش طويلة شفنا أن كيف إثيوبيا بدأت تاكل في الاتفاق بتاعت الفيدرالية اللي هو بين دولتين إريتريا وإثيوبيا. إريتريا كدولة تدير نفسها من الداخل، وإثيوبيا مهمتها تكون العلاقات الخارجية والدفاع. لكن طبعا ده ما تم، وبدأوا هم جيشهم ينزل في إريتريا، وبعد كده بدأوا في سنة 58 كمان بأنهم يخرقوا الاتفاق اللي كان، وأوله كان العلم الإريتري. هذا العلم اليوم للأسف بعد ما إريتريا جاءت جانا علم سياسي، واللي هو ما علم الشعب الإريتري، هو علم سياسي موجود اليوم. وإثيوبيا في 58 نزلت العلم ده وفرضت علينا العلم الإثيوبي. أيوه. إيقاف التعليم باللغة العربية والتجرينية وفرض اللغة الأمحرية على الشعب الإريتري. أنا واحد من اللي درسوا في أيام الفيدرالية في إريتريا يعني، ودرست باللغة العربية وكنت بدرس التجرينية كلغة يعني، وفي نفس الوقت كان في فصل ثاني يدرسوا فيه بالتجرينية ويدرسوا اللغة العربية كلغة يعني. وبعد كده لما نوصل الصف الخامس كنا نحن ندم الثلاثة فصول أو الاثنين فصل يعملوهم مع بعض وندرس باللغة الإنجليزية، وواصلنا ندرس اللغة العربية لغاية الصف الثامن. وبعد 56 أو بعد 58 طبعا بدأت التجرينية والعربي وقف زي ما قلت، وبقت اللغة الأمحرية. يا ترى دلوقتي لو النظام التعليمي هذا اللي كان موجود في أيام الفيدرالية، وأنه المدارس تدرس باللغة العربية والتجرينية، وفي الصف الخامس الناس تلتقي في الوسطى باللغة الإنجليزية، هل فكركم اليوم كنا نحتاج إلى مترجمين يعني؟ الشعب الإريتري كان حيكون عنده 3 لغات يعني، عربي تجرينيا إنجليزي. لكن إثيوبيا وقفته ورفضت هذه المسألة عشان تعملنا أمحرة يعني.
لكن ايش اللي نقدر نقوله دلوقتي في النظام اللي اصلا نادل من اجل اريتريا، وبعد كده يفرض على الناس انه يتعلموا في لغات الام. يعني انا في البيت بتكلم تجري يعني، لكن ما دعت مني التجري لانه ما درستها في المدرسه يعني. ولا نفس الشيء، كل واحد كان لغه الام هذه حافظ عليها معروفه يعني. لكن كنا يكون عندنا شعب متماسك وعنده فهم مشترك. اليوم للأسف المسألة متعلقة ما بهذه السهولة يعني، لأنه هي عامل مساعد في أنه نحن نمشي على خطوط متوازية يعني، 2 خط، اللي نقرأ بالعربي نقرأ بالعربي ونفهم بالعربي ونفكر بالعربي، واللي بيقرأ بالتجرينيا ونفس الشيء يفكر بالتجرينيا ويقرأ بالتجرينيا، وما بنعرف اللي قاعد يحصل في الاتجاه الثاني لأنه ما نتعلم. ما نقدر نقول والله ليش يعني. حتى في أيام النضال في جبهة تحرير إريتريا الناس كان نتعلم وننادل، وكتاب ثاني كان للعمال الموجودين في السودان وقتها، نعمل وننادل أو نتعلم ونعمل. وده كان اللي في الفسيلة الواحدة، اللي يعرف تجرينيا يعلم الناس تجرينيا، واللي يعرف عربي يعلم الناس عربي، والكل كان ماشي كده يعني. ده يعني هو الأساسيات بتاعت الوحدة. ما تفرض على الإنسان أنه أنت لغة وتفرض عليه كل شيء تعاوض يعني، خليه على راحته يعني. والإنسان بطبيعته عاوز يتعلم يعني، لأنه أصلا اللغة هي مكسب. نطلع من المسألة هذه بعد 58 الناس الشعب الإريتري يوعى يعني، لأنه إثيوبيا ما حتخلي الأمور تمشي زي ما الناس فاكرة يعني، أنه حيكون في استفتاء ونحن حنسوي للاستقلال ونبقى دولة مستقلة. لأنه الاتفاق كان، واللي وقتها كنا يمكن عند سلزج نايب أن الأمم المتحدة حتحميه يعني، لكن الأمم المتحدة هي أمريكا، زمان كانت أمريكا واليوم هي أمريكا يعني. تعمل اللي هي عاوزاه يعني. لذلك الشعب لما فهم المسألة هذه بدأت المظاهرات والإضرابات، العمال الطلبة والمدن الريفية كلها شاركت في المسألة هذه يعني. عشان توري أنه هي ما نايمة يعني. الفترة اللي فاتت ما عاوز أتكلم فيها كثير، أنه إثيوبيا بتدخلها عبر الاستخبارات بتاعتها وعبر الشفتة لإرهاب الناس، لاغتيال الناس، وده كان اليوم للأسف القراءة المغلوطة للتاريخ دلوقتي قاعد عاوزة تصحح المسائل هذه يعني. والتاريخ عمره ما يصحح يعني. التاريخ لو بقى خلاص لما يدخل اسمه تاريخ معناه تاريخ هو ثابت بإيجابياته بسلبياته بكل الاسمية بتاعته يعني. إثيوبيا كان عندها دور سلبي، الكنيسة الأرثوذكسية كان عندها دور سلبي، لأن الدور السلبي من الكنيسة كان في أنه الناس تهددهم إذا كان أنتم ما قلتوا إثيوبيا حتكون إكس كوميونيكيتد يعني، حتفصلوا من الكنيسة، ما حتدفنوا في الكنيسة، لا الكنيسة حتعمل مراسيم الدفن بتاعكم ولا مراسيم الميلاد وتمثالكم كله يعني. فده كان يعني تحريض من إثيوبيا، من هيلة سلاسي بخلال مندوب ونقى هيلة سلاسي اللي كان أصلا ساكن في إريتريا، عشان يعني يخلي الشعب الإريتري ذاته يكون مسلمين مسيحيين. أنا قلت الكتلة الاستقلالية رفضت هذه الطرح وتماسكت، لأن الرابطة الإسلامية أصلا كانت من أجل إريتريا، ما في 2 3 هذه المسألة يعني. في بعد 58 زي ما قلت الإضرابات وكل هذه الأشياء، بعدها
بدأ الناس تفكر في أنه هذه المسألة ما حتمشي يعني. وعشان كده بدأت حركة تحرير إريتريا يعني. وحركة تحرير إريتريا لعبت دور وطني ودور أساسي في أن هي تقلل الالتهاب اللي كان موجود أو تقلل الانقسام اللي كان موجود بين الشعب الإريتري يعني. الانقسام وقتها كان اللي مطالب بالاستقلال الكتلة الاستقلالية والمطالب بالاندلنت أو الانضمام لإثيوبيا يعني. لكن حركة تحرير إريتريا بفهم واعي للمسألة قدرت تتقلقل في كل الشباب. ويمكن أنا دلوقتي بحضور الأخ نورو ما أقدر أتكلم عن المسألة هذه لأنه هو عايشها وساهم فيها وكان عنده فيها دور إيجابي يعني. على طول الناس من بورسودان بدأت هناك لكن ما ثبتت في بورسودان، كانوا في أسمرة في كرن، في عسب، في مسوع، في عدقيع، في مندفرة، في تسني، في أوردات، في كل هذه الفئة الواعية والمستنيرة من الشعب الإريتري بقت في حركة تحرير إريتريا. وزي ما قلت الالتهاب حتى الدكتور أو الطبيب لو مشيت مثلا أنت عشان تخلع ضرس وإذا كان ملتهب ما حيخلعه منك، حينزل الالتهاب يعني وبعدين يحاول يعمل اللي يتعمل. حركة تحرير إريتريا نزلت هذا الالتهاب اللي كان موجود في داخل على أساس الشعب الإريتري يعمل مع بعض. وده اللي كان موجود يعني. إثيوبيا ما قدرت هذه المسألة تعمل فيها شيء لأنه هو الرغبة بتاع الشعب كانت ما كان موجود في الأربعينات بأندلنت الكتلة الاستقلالية كل هذا انتهى، والناس حست أنه والله يا أخي الانقسام ما لمصلحة الشعب الإريتري يعني. ولذلك أنا بقول حركة التحرير الإريتريا لعبت دور كبير وإيجابي في هذه المسألة، في أن الناس تتماسك وتنسى الماضي وتعالج جراحاتها. وبعد كده يعني المسألة بتاعت الاستمرارية يمكن الفكرة نفسها جت فكرة يمكن أحسن منها، واللي هي أن هذا المستعمر ما حيفهم لغة الإضرابات والمظاهرات لا بد من أن يكون في إطلاق لشرارة وكفاح مسلح يعني. وده اللي جت به جبهة التحرير الإريترية يعني. الحركة مهدت الطريق. جبهة التحرير الإريترية أخذت المبادرة بتاعت الكفاح المسلح بقيادة الشهيد حامد إدريس عوادة، والنضال الإريتري استمر. هذه الشعلة اللي بدأت في أداء ما انطفت يعني إلى أن الناس وصلت إلى أسمرة يعني. لذلك نضال الشعب الإريتري هو تراكم بتاعت نضالات بدأت في الأربعينات، الحركة الوطنية، الشهيد عبد الكبير والرواد اللي كانوا معاه، وبعد كده حركة تحرير إريتريا، وبعد كده جبهة التحرير الإريتريا، وبعد كده مواصلة بتاعت الجبهة الشعبية. صحيح أنه في مثلا فترة الكفاح المسلح كان في كثير من المساعد، كثير من عدم الفهم للمسألة، لأن المسألة بتاعت أي واحد كان يلتزم بالحركة يلتزم بشكل فردي. اللي يلتزم بجبهة التحرير الإريترية برضه يلتزم بشكل فردي يعني. ما كان عندنا أحزاب وأحزاب تتفق وبعد كده توصل اللي هي حتعمل تبدأ الكفاح المسلح يعني.
وهذه المسألة، وبعد كده لما الجيش طلع بقت قيادة عسكرية تعمل في الداخل. للأسف جبهة التحرير الإريترية القيادة السياسية بتاعتها كانت عايشة في القاهرة. المرحوم إدريس محمد آدم، المرحوم إدريس كلايدوس، المرحوم طه محمد نور، المرحوم محمد صالح حماد، المرحوم عثمان سبي، كلهم ديل كانوا برا يعني. وده ما يمشي. المفروض القيادة العسكرية على الأقل يعني، لو قلنا اللي برا ده حيعمل في عمل خارجي وفي علاقات خارجية، القيادة المفروض جزء كبير منه يكون موجود في الداخل يعني. لكن صحيح ما نقدر نطلب منهم هذا الاسماء، لأنه اللي فيه العمر كان كبير كثير اسماء، لكن المفروض الناس هذه المسألة تعالجها بحيث جبهة التحرير الإريترية القيادة بتاعتها تكون موجودة في الداخل مع جيشها مع جنودها، تحارب تقاتل، لكن ما يصلح وما مشى، لأنه القيادة جزء كبير منها في القاهرة. بعد كده عشان يكون في وسيط عملوا القيادة الثورية في كسلة وقيادة المناطق في الداخل يعني، فهذا ما يمشي يعني وما مشى، نتيجة لدي ونتيجة لعوامل كثيرة يمكن الناس ما قدرت تعمل. زي ما قلت أنا الوضع كان مهيأ، الوضع كان مناسب، والشعب الإريتري كان مجهز. ما في واحد يعني اليوم عشان يقول لك والله عملنا عمل سياسي كبير عشان الناس نكسبها أو عشان، لا بالعكس، المطلب بتاعت الحرية، مطلب الاستقلال، الشعب على طول التقط يعني أخذوا، والناس بدأت كلها تمشي للجيش يعني تحمل السلاح. والأمهات وقتها كان ما في هذا الاسمين بتاع التفكير أنه والله يا أخي ما تطلع كله كان يمشي يعني. وفي ده أنا عاوز أذكر في مسيام يعني، واحدة من المناطق اللي دفعت الثمن الكبير. ليش؟ لأنه أبنائها كانوا في جبهة التحرير الإريترية، كانوا قابلين أشداء شجعان أشاوس، ولذلك لما بدأ الحريق بدأ بمناطق قاعد إبراهيم وسيام وكراكون والمناطق لما الشباب اللي كانوا يطلعوا من مسيام، واحد من الأخوان اللي يحكي لي يعني لما كنا هناك لسه ما طلعنا، كان البنات لما يمشوا للأبيار بتاع المياه كانوا بيعيروهم، كانوا بيقولوا لهم ايش انتم ما تنادلوا، لكن الكلام مش مباشر يعني. كانوا مثلا بيغنوا يعني ليش انت أسر شتان نهار لنا بلغة متين من لسم جزاها يعني. بعد كده أنا ما أرجع بيتي لما أسمع الكلام ده خلاص. لذلك ده الشعب الإريتري ده اللي يعني عاوز يدفع الثمن وعاوز يضحي وعاوز يخلق الوطن من عدم. 30 سنة ما كان في الطلقة الإثيوبية اللي تجي من أبو 10 في الأول ولا من M15 ولا M16 ولا غيره، ما تفرق إنه والله ده مسلم وده مسيحي وده جبلتي وده ساهو وده تجري وده بليل، هي بتاخذ كله. والكل كان يقول أنا قبل أخويا. الناس كانت يعني تعمل على أساس أن هي تستشهد من أجل هذا الوطن يعني. ما في واحد كان يقول والله معلش هو يتقدم وأنا اليوم، لكن كده بقى للأسف. اليوم الشباب اللي موجود وبعد ما السياسة علم الناس أنه اللي ينادل واللي يدفع
كل شيء اللي عنده ما حيلقى حاجة. ده اللي حصل في إريتريا يعني. ما بالكم أنه هذا جريح حرب التحرير يعني، واللي هو أمة العطاء يعني، اللي استشهد، لكن هذا اللي موجود وناقص يده وعينه ورجله وكل شيء، لما في محابار يرشوهم ويقتلوهم يعني. هل يا ترى في بعد كده واحد يقول والله أنا حنادل من أجل إريتريا؟ هو عارف النتيجة بعدين. لما في الساحل كل الناس كانت متساوية، رجال ونساء وكل دفع الثمن يعني. لكن أول ما وصل أسمرة اللي اتنعم بهذا الاسم نوع معين اللي حواليه القيادة يعني. أما المقاتل والمقاتلة المسكينة والمسكين دول ما لقوا حاجة يعني. لذلك هذه الاسمين بقت يعني ولدت فينا بأنه نحن ما نعمل من تاي قدام يعني. توم زخفلون تاي رخي يوم خدمة يعني. دي الروح اللي خلقها سياس، خلق الهجدة. ففي فرق كبير شاسع بيننا وبين أو بين الناس اللي كانوا من ابتداء من الشيخ عبد القادر الكبير، وزي ما قلت ابن 40 سنة أو أقل من 40 وهو ينادل من أجل الوطن. اليوم عمر 40 ما قاعد ينادل من أجل الوطن، ما عليه بالوطن يعني، بس نفسه يعني. ده للأسف 30 سنة من النضال، 30 سنة من العطاء اللي ما عنده حدود يعني. ومش ده الإنسان اللي حامل السلاح بس يعني. هذه القرى اللي في إريتريا كلها اتحرقت من عاد إبراهيم ومسيام وكراكون، وبعد كده أمشي ل هزموا، وأمشي لسراي، وأمشي لشبح وعسوس وقمهوت وعايلة وشعب، وبعد كده أمشي ل أقردات، وأمشي لعونة، أمشي لمسجيرة، أمشي لأم حجر وكدبة. في أي مكان الشعب الذي دفع ثمن غالي من أجل هذا الوقت. لكن للأسف بعد ما تحررت إريتريا ما لقى حاجة يعني. هذه القرى اللي نحن كنا نمر عليها وكانوا يدون الأكل وما يدوه لأبنائهم في بركة في أي مكان من إريتريا، نحن نجي لأنه نحن قاعدين ننادل من أجل الوطن يعني. المرأة تطحن وتعمل العسيدة وتدينا ليه، ويمكن أبناء ما أكلوا. هذا الشعب هو اللي دفع الثمن، هذا الشعب هو اللي أوكي بس حنجيب حسنا بيلي في تاريخ وقال بعرب سداريبه حنجيب تقرنيا مداربه، بس كمان التقرنيا بتاعتي التقرنيا بتاع كرن ما تضحكوا عليه. منياتو نحن من إريتريا تزخفل كفيلنا هنا قل سامان أي سعرنا ناي تزخفلنا أي رخبنا ويز إريتريا أي رخبن بسان كل سرعة زي حج السترة هذا أيقونن انتوي حمام بسرعة زي أتوه لو من عانا ناتي 3 عامات تغاريثنا حادث كوينا أحوات كوينا نبرنا سمبرات يكون نبرنا حمام كله تأريو حادث بوسينا بكلنا لو مي عم تايتا مليسنا وصلكم أبزر الدين اللي يقدر لنا ناي متاحد قدام ناي أديان قدام ناي كلو قدام أي كونني ولا أني الدين اللي يقدر لنا
كم زيلنا إريتريا خاب سياسة كانت حناين خلينا مجمرتان نفسنا نحن إحنا نفسنا من حناين خلينا بس أنا بقبيلة يحسب التقوينة بوراجع يحسب التقوينة بهايمانوتة يحسب التقوينة مجمرتان خب قبر زلون إريتريا حسب علون إريتريا ومخاني أنت الرجاجي سه دحري تخالي مكي إريتراوي نخون دم ما نزل سرعتها بإريترا بس مراد اللي خل بيصلوني تقدم يتعمام تقدم يبون ورك ناتنا سيو لكن ناتنا هم ورك حجسي كنا نحلو للأسف هم ورك ناتنا نحنا ما يجرنا كمتي مقدم ناصر بسرتنا بريه وأخ أحمد نحن حدنا نايم باللعب كم زجرنا دما نزاح قرزي أخنا الحنا عين خلينا كم تزبل قوة تاريخ أبو تاريخ كنا عين خلينا لكن لو تاريخ يبقى سنة لنا إحنا تاريخ نضف لأنه تاريخ صحوفي وحليفي نتوم زمرامرو نتوم زحفو نقدفو نحنا نايلوم نقبل نايلوم نقبل دمان تقولنا أنا قبل ذل محواتنا بالذات موجودين من النهضة كله قدنا قوتاتكم ما يترسلوا أو أجدادكم بالأحرى يعني ممكن ناس تدخلوا بحث ناصر ولكن أنا أقول لكم أنه الجبرتة في إريتريا كان عندهم تاريخ وطني يعني. ولولا هم وصمودهم إريتريا هذه ما كانت حتى تجي يعني. لذلك أنا بقول أنتم لأنه وقتها ليش كان كذا لو قلتوا لأنه كانوا متعلمين بمقاييس الزمان ذاك صحيح ما كان في ناس جامعيين زي ما كمتي حجز اللونات مرتين ويرسل ودي وبي اف دي ومتاي غير وبصحيتي لكن انتاي معلا وعل يوم قدم زنبرو بتان اشتي زنبرتهم نزعت زي اسمي حوما احنا ما حيجي كموبل سخم بتحجك رزل لكم عمز لكم تمشتزل لكم نتي أبوتاتكم أبحبوتاتكم زوروا تاريخ حافظوا عليه يعني دعوه أبو تدبار أنت كنعوض كوينا تحساسبانا خابز حج زلونا يخوض اليوم ناس وغني وغنكا عدي عدفنا عدنا حمد يا رجال هاي ما كل واحد مننا لرب يعني اللي يمشي المسجد ولا اللي يمشي الكنيسة ناتو تاشوي يعني الله هو العالم يعني من مننا هو الاسم يعني لكن الوطن إريتريا هي اللي كلنا كلنا إريتريا زي حجين قالونا يو كريستيان بينهم الإريتريا بحتوايهم تبركات زبطيهم أي كونين إسلام بينهم الإريتريا بملكمايهم تبركات أي كونين حسوديهم قل كلتي بحبار مزعل زي أخذ عنوان تفتينهم قد عنوان لا أيقونن تغيد الله بزي بقود ورلش تحت لي بالبحر والأنتاي المهم تحت اسمعنا نخيد زلونا لأنه حجت حسابات زلون تسمعكم مو تقربيهم قال يوم زاروا له إثيوبيا تمساك التعامل تحزننا من كونترات غير مساك التعامل كتحزننا استعامل كتحزننا يا أخي زأتواي وتسنيو والسياسة كالبسلنا خاني أي كونين نحنا بعدنا ناتنا هم ورك بكبر السياسة بعدنا نلبسوه إذا عدنا ناتنا من قبران تقولنا نحنا تراحنا نلبسوه لكن لو مزلوا وتصحفاتنا إثيوبياوان انتريوهم ودما وزحفاقوا أب متزينا وتقاقيو تناس انتنا إريتريا حراي يقبل له قنكا عسب وسيدو يقبلون يرو عسب نايمانيا مع عسب جزء أسيل من إريتريا والعفر جزء أسيل من إريتريا التناكل لعبوا دور
زيهم زي أي واحد في هذا الوطن. مين اللي قال أنه والله يا هم حيمشي يعني؟ عشان كده لو أب نعطوهم صحوفات أب أيقا والتا غيره أنت أبيهم ترقبوا زين وخالق اسمه أقازيان هو نحن تقراي تقرنيا يا أخي أنا تقرنيا كونوا ما عندي مشكلة بس بتراوي تخوينك مجمر تراوي قوم ده حريتي نايف وتحاول بخان يوزل له مسلم تاشم تقبل لأن أنا قبلكم أب منقطينتو حادث لامان يروبو إبراهيم بلو لدت ويفازقا قوم كله دروي يحرقوا له لأن السوم سقا خبر عيو أبو إبراهيم مصدقو كابو تاشنو كيقو علي لهم أمسيهم يحرقوا له هذا هو الشعب الإريتري يعني قد مخنتين عامة أبزن يركم يمكن بزحات تقونوا جنزب يواسون يروم حوات ني مسجدكو قبرو أبتاناتهم عدي تعدي أجربت بهالكنيسة سلزلا جنزب نواسين نابوخ أتوم حواتنا مسجدكو قبرو لهم لأنه أبدوس سودو سلزلو ونسوم كمان إزيتي هزبي كم زعمل سلة هزبون كلوك هاي تقددوني كان سخا ويكا تحت وريتك بقبيلاي أبدي جبهة أنتي قدح واتنا ناب تأكيدهم ناب عدوم كيدو قبيلة ناتو نحن دفقهم هنا مسانا أو كيدو غيرهم فلتلتا إلهم دتناس وين فلتلتهم هنا على الرحب والسعة لكن نحن فلتكم كلنا هم جبهة فريدناكم حدون كالسالي جبهة تكون انتخانكم مساكم هنا لا نحن هم دقكم هنا تبلونا انتخانكم أبو حقوها قراتو بزعني راح رس زبرة زبدفون واناتاتو أبوها ون وقراتكم ناعدكم أبزنيرو حرسوا لكن نعنا مسيحهم دلوقتي حجيل دحر كالاي محلو محلا زحلفه مسجباز بورنا قديفنا نعم عاقم دقناس لزخونكم دقيفاين كم ذا مسألة هزون كلنا وما شرش تاخذ ذلي يا جماعة الخير نحن في مهب الريح أب نفاس ذلو بوتاس ذلونا نفاس دما كل وسيدنا هو بلا كخيدي تقعدنا دحر يزعل ذي الدم تخف لله واقات تخف لله كل الجاموز ذهب العدي كي تتفعلنا راح نحسب كم إريتراويان ونحن والسلام عليكم ورحمة الله. نتعرض نعودك يقري كلكم جقانو كلكم سبسري حالنتكم تمالي حيال السعري نحكم ونيرو حقر الزفتري حدش نقر يلي كاب عالم نسبيو كاب أنا نلعلي من يزحنيو الشوق مدر بيتنا نقيل زدر بيو نحنا إنا نحنا ننفتق نصلي ناسنا يا إريتنا سبب اللانكال نحنا إنا نحنا ننفتق نصلي ناسنا يا إريتنا وعنا يقول لانكال